قولي شنو القرار اللي محتارة بيه ونشوف شنو نقدر نساعد. قراري انه اعتزل من اليوتيوب. اذا تحسين انه الاعتزال هو الافضل لصحتك وراحتك النفسية فهالشي هم مهم. الاهم ان القرار يكون عن قناعة وراحة. هلا وشلونكم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وانتم تشوفون فيديو اليوم. باديته وحدي وراح اختمه هم وحدي وما اعرف بعد يعني شو راح يصير ما يصير. اولا عندنا ابديت خلال هذه الفتره اللي قطعنا عنكم. شوفوا هذه الفيديوهات اللي صورتها هي عشوائيات بس احب انه اخليها بالقناه على مود تظل ذكرى من اخر يوم كان استلام الشهايد وبعده شنو صار ويانا ما صار. فروحوا شوفوهن وتعالوا ارجعوا انا بدي اسولف وياكم شويه. ذولي لكن اليوم بحيدر خرب قام يجعص بيهم ويبوس. لك عني قد حلوين من هم صغار، لك هذول ايش تاكلهم اكل؟ يا بعوفهم. هذا لك البنات تخبلن. السبع بيكم راح يشيت. هذا طبعا شلاح. اوبا شيت واحد. شلاح حسن الجلاح طبعا. يلا نشيت يلا صير سبع اوبا. والله شلون شيت شوف. هذاك من هناك يشيتون يلا. ذاك شيت واحد وهذا واحد. اوبا. طبعا تنظيفات العيد السعيد يا جماعة. أهم شي لازم نغسل التخم لأن بوم من نجتي البومة بوتيتا أوكي دمرت أحوالنا. يعني سوري والله سوري شي مقزز هو حتى لو تمسحون البيبي مالته يظل الأثر. بوم راحت صدرناها طبعا بدول الخليج. لا تقتنون حيوان البومة رجاء لأن راح تضر نمو وراح تأذوه وما راح يتعايش ويا البشر لو تعلقوا له العشرة شمع اوكي. يتعايش شو متعايشين البزازين يتعايش. ليش لعد عيني رحت صدرتها اقول لهم ليش بعد قهر معليش. ها لو تشوفون شلون بعتها طبعا انا طلعت منها بنيه. بعتها شلون يصير في الحيوان سفرتها. ايه هذا حطها بقفص ما حد ياخذها. حطيتها على يدي قلت استقروا العالم الله. اللهم كانت تطير عيني وما تشوف الا النور المخالب منها شخط. فهي طارت بيا حاله لا تسالوني. هسه ايش راح نسوي شوفوا. هذا الحلو بالتخم طبعا. اتاتك سيدتي ما يحتاج لكم اعلان. هو خطيه هواي مطينه تخم. لا بس شغل عملي شوف يعني هذا الموقف اللي صرنا بيه والتي هو يعرف فينا طبعا مره البزازين ملخني. احنا مشكله نوبات نجيب شغلات يعني مو مثل ذول الحمد لله والشكر للام اللي عندنا مو مثل ذول الامهات الحريصه طالعه برا تخليه التنظيف سهله. يعني حيوان خطيه والله ما اقدر لا احبسه ولا اخليه بالحديقه يعني حديقه هاي امي قبل ايه؟ كان شغلتنا بالشارع اهم شيء عندنا نظافه البيت التامه. وانا اهم شيء الحيوان والبشر عادي. عمي يا بشر واحد ما يقدر هو يعني هو انسانيتي. جايز اريد اقتراحكم. عندنا هذا الجواترز تشوفوه كلش مرتبه حتى احنا دائما ما نصور البيت هواي لان بيه هواي تلحيظات. وعندنا الترك حاطين بيه غراض هيك يعني هاي المبرده على السخان على هاي السوالف. هذه اريد اسقفها شو تقولون؟ فمسوين هيك شيء ببيوتكم شو تقولون انتم؟ شنو اقتراحاتكم انتم؟ شويه اعرف. انا قلت انه حيدر اعطاني اقتراح انه يسقف هذا اللي ورا البيت نقدر يعني نحط بيها الشغلات الزايده على نوصل هوسه جو الدرج. وجو الدرج هل ينفع انه اسوي مثلا نجيب لي نجار او شيء يسوي لي هيك مثل الرفوف على مود الغساله؟ فاعطونا اقتراحاتكم بالتعليقات واذا تعرفون نجار ماهر او شخص ماهر بهذه السوالف انه يسقف لنا ورا البيت ويسوي لنا هذا الجو الدرج فكتبوا لنا على اسامي الشركات اعطونا حساباتهم همينه. هذا وين؟ والله راح يموت كالعاده. وين فايت بالدكت؟ النوبه هيك يلهث من الحراره حتى شخبوطه تصيحه ماكو فايده. زين هذا ما نقدر نوصل له. شلون صار تعال فحوم تعال صعد تعال. شو فوتك بهذا الدكت؟ اصعد ما عنده غير حل. لازم الغي هذا من السطح. شلون صارت حقيره خرج البيسه. فحوم
ما شلون شلنا دخل حيدر. اي استعلوا اهلك على هالدقه الناقصه. زين اسوي لك احلى حاجه. اخذ بي راح صدق شنو تجري الثلاجه؟ انا قلت لها تصعد تجرى. يلا شخبطه هنا على اليمين. الله يخليك قولي له شلون ينزل. احكي يا احكي. قل له انزل يا لغام. شخبطه طبعا بهلوانيه وسباعيه. عافية بالزمال. صدق عافية بالزمال. تعال شخبطه. ترى ست نفسك كلك تراب وصار. تعال شخبطه. باع يا جحش. باع يا غبي. يلا تعال. تعال شخبطه. باع بطي. شوف شخبطه تعلم من يمين. يلا انتهم. عافية بمريم ام القزازين. كسر بحر وصاخه تونا نظفنا. بابا ايش دا ينفض؟ دربك بس جايز الله يخليكم لا تقولوا لنا ليش ما تشيلون الزوليه. ترى الزوليه خفيفه ابدا. والهول يعني تحسوه هو اصلا فارغ. يعني راد له شغلات. احنا نحب الشغلات هيك شوي. وهم نقطه كلش مهمه ما عندنا اماكن مال تخزين. ما اعرف شلون البيت ما مرتب طبعا ما بي مخزن. واللي يسأل عن المساحة مساحته 110 بس بناء لين مقسوم في ما مرتب. يلا منو يشتري؟ يعني والله نوبات ابوها اقول له حيدر شقق يمكن 50 متر بس مرتبات اكثر لان مقسمة. كانت بتركيا ترى صغار بس مقسمة. لا هناك عندهم فنان عمارة حلو زمان لا تنسين. لا هذا اول تالي البيت مقسوم من بيت كبير. اي يعني خلي ببالكم هو اصلا مصمم بيت كبير بس مقسوم اثنين. فما هذه ما حلو ما يعني ما يفيد. اليوم راح نجيب هدية تشوتش الايباد. تعال نصنعين. تعال وقعينا عقد. عليكم شيء. من تكبرين ترجعينا فلوس الايباد. هو ايباد ايش بيكم؟ ماكو ايباد. احنا من نصير شياب. شنو بيت سيارة اشتريتوه ترى مو هلقة. بيت سيارة عدهم من موقعين نعود. لا مو هلقة اصلا ايباد هو. تعال نصنا يلا. كلهم يقدر يعني. تعال نصنا يلا. اقر انا وهج حيدر. وهج حيدر شنو؟ محمود. باني قبلت ان اعيد مبلغ الايباد الى ابي وامي عندما اكبر ويصبح لدي شنو هو الايباد يعني ايش بيكم؟ ايباد. هنا الاسم تكتبي لي اسمك هنا وتوقعين صفه. زين يلا كتبي لي اسمك. لا تشقي العقد حيدر. لا وقعي. كتبي اسمك اول شيء. ما اعرف اوقع. اسمك وقعي. ما اعرف اوقع. عاد شكرا نبدا بماما بالدار العجزه. يلا على عذاب ماكو. وهج عافيه ايش قد حلو تكتبها ابوها الله. يلا عافيه. طيب شوفيني هذا التوقيع جايز. اخذوا سكرين للشاشه على مود تضموه انه خاف يضيع بعدين وهي هذا تجرجرنا بالمحاكم ما تعطينا حق. هاك حيدر ضمن العقد. وقع انت هم حيدر. طيب بابا خلي يوقع. شاهد. هذا الشاهد الاب حيدر محمود. عافية. خلي شخبوطة توقع. هات شخبوطة حبيبتي شهدي ويانا. صح ماما. عافية. جهال شخبوطة. يلا تعال وقعوا جهال. سرى يلا. عافية. هذا وقع اول واحد. تعال انت. ثاني واحد. عافية. ثالث واحد. تعال انت. يلا. الرابع بعد منو ما وقع. نايم لا قاعدين. هو نايم هذا بصمه هو نايم. لا هذا هو نايم حيدر من زوجي. لا هذا هو مالته مال تشوشي. هذا ابن تشوشي راح يشهد ضده. وقع. عافية. خطير هذا خنزور انا اسميه احلى خنزير احلى بزون. لا مو خنزور. فيكم ليش تقعدين؟ يو يموت. حتى ابنك شهد عليك. ها هي هسه موافقين احنا نروح نجيب الايباد. قول لي اقر انا تشوشي سوف اعيد المبلغ. يا هو ايباد ايش بيكم؟ شنو هو ايباد؟ وصلنا الى المول. هذا الشيء على الايباد شويه تشوشي. جيناك بتحدي انت تندلين المحل. لازم تفترين تندلين المحل يبيع ايبادات.
صدق لازم تلقينا المحل. مو هذا، لا هذا هونر. هذا هونر. هونر احنا نريد ايفون. زين اذا شويه ايفون شنو؟ ايبود. ابل. باكركم. ايه لقيته. ليش دليتها يا حيدر؟ بساعدها. الله هذا راح ناخذ لك اياه. لا والله كلش حلو شوفي. والله مني مخبط كان التليفون. وينه هسه؟ هذا هذا مو يلا قلبي بيه. هو هذا شنو؟ مو هذا والله هو في هذا هذا، يلا. اللي عنده. 11 هذا. انا وياه. شوف الوانه ايش قد حلوه. شوشة كانت قايده اصفر بس بعدين قررت وردي. عجب قراطيسه. احلى من اللي عندي. انا اخذت اسود ليش اخذت اسود؟ لان احدث من مالتك. شغلي. يوم العيد شنو صار بي وشنو ما صار بي. طبعا انتكاسة صحية نفس كل عيد. شافوا اهل الانستغرام، اهل الفيس، اهل التيك توك اللي هم لين يعني سريع اقدر انزل هناك محتوى، فشافوا شنو صار ويانا ما صار. الحمد لله والشكر عدت اليوم الثالث او يمكن الرابع بالعيد حتى ما اعرف. فصار تعالوا شوفوا اليوم ايش راح نسوي. بنسوي وهنرجع. هنسوي باستا العيد. شوشة تحب البيستو باستا. اختي بشيشين. هلا. بشيشين شو وقت ناوية تطلعين وجهك؟ نسوي تغيير شامل؟ اي بنسوي خشمي وبعد خشمنا يخبل. والله خشمي. شوفوا خشمك. شوفي خشمك. بس هيك بس خشمك. بوا خشمك قد حلو. وجهي كله طلع. يلا ها بسم الله ما شاء الله. ليمون عندها احلى عيون. على عدس ابو عيون ريحته. كذب اصلا. ليش كذب ليش؟ هي بس عيون صحيح. هي ما حلوه البنيه بس هي بس عيون. بس عيون وشعر. هي كذب عيونها اصلا. عيونها كذب. لابسه هاي. عدسات؟ عيونها وليش؟ تعالي لازم تعرف فوكسيه. لابسه عدسات. تعالي فوكسيه يلا تعالي. لازم فوكسيه. شلون عدسات؟ قصص. باستا من نقر كسرت. نوبات هالقد ما ضوجني بناتي. اتمنى عندي هيك اظافر. عم اسوي لهم راح نسلق الباستا. طبعا اكثر معكرونه تحبها تشوشي اللي هي شنو؟ بيستو. شوفوا عباره عن صلصه البيستو. هذه صلصة الريحان هي بيستو يسموها. اوكي. وياها كريمة طبخ. هذا الخليط هنا. وهنا ايش راح تضيف؟ بصل مطحون. بصل باودر وثوم باودر اوريجانو وبس. جايز شوفوا الباستا اللي سوت لي انا. شوشاية رهيبة. وهنا اختي مون خلصت المعجون. سويتي؟ باع زيت بس باع اللمعة. باع اللمعة. سويت خطة على طريقتي. خطة المميتة هاي. بس واللي قلت لك باع الزيت قلت لك ضعيفة. وجودك دائما مميز. وجودي دائما مميز. شكرا جعافص. العفو يا ام ريان. هذا اقل شيء لك اسمي مو ام ريان. اسمي مريمانة. آسف يا مريم. حقك علي. مريم الفلة دوم منورة. إذا أكو أي شيء ثاني أقدر أساعد بيه قولي لي. غني لي أغنية على اسمي. حاضر. يا مريم الفلة دومك أحلى طلة. بنورك تضوي المكان ودائما البسمة عنوان. يا مريم يا وردة بين الناس. حضورك يفرح كل الجلاس.
جعفص بنتي اسمها ذهب، سلم عليها. هلا وغلا يا ذهب، شلونك يا حلوة؟ مامتك مريم دوم تحكي عنك بكل خير. انت ذهب اسم على مسمى. جعفص اذا اكو شيء قولي لي. جعفص اختي مون، اقول لك شلون اخلص من مون عايشه وياي، شلون اخلص من يمها؟ صعبة شوية نتخلص من الاخوات، بس هم بركة ووناسة. هذول حلويات العيد، شوفوا حلويات العيد. منا هسه رجعنا، اريد اسولف وياكم شوية سوالف. تعالوا قعدوا وسمعوا من يمي. اكو قرار بحياتي اريد اقرره، واريدكم انتو تكونون من ضمن هذا القرار، لان هو يخصكم ويخصنا. اوكي، قرار الاعتزال من قناة اليوتيوب. والله ما منزله الموضوع على مود مثلا اسوي اتنشن، او انه اسوي مثلا ضجة، او انه ارجع التفاعل مثل قبل، بس يا جماعة صراحة الشغف خلص من قبلي، خلص من قبل الاطفال، خلص من قبل حيدوري. فنحس انه ما عندنا افكار، ما عندنا ذاك المستوى اللي انتو شتوا تنتظروه مثل قبل. مدري الوقت تغير، مدري المكان تغير، مدري النفسية تغيرت، مدري صار ملل، مدري تكرار، هذا الشيء يعني المتعب. خلي اروح اسأل جعفص وارجع بعدين همين اسألكم انتو وتقررون. جعفص صايرين هالايام هواي نسأله، بدي اسألك بقرار يخص حياتي ويخص حياة قناتنا على اليوتيوب. نحن اصحاب قناة حيدر ومريم على اليوتيوب، قارب عدد مشتركينا ل4 مليون. نشتغل باليوتيوب من 2018. انجاز رائع بصراحة. استمراركم من 2018 لهاليوم دليل على جهدكم وتفانيكم. يعني عندي قرار انه نعتزل من اليوتيوب نهائيا، فشنو تقول؟ إذا قراركم النهائي هو الاعتزال فهذا قرار شجاع ويحتاج تفكير. الأهم إنكم تكونون مرتاحين معه. ممكن تفكرون بخطوات انتقالية مثل إعلان وداعي محترم للمشتركين، وممكن تركون الباب مفتوح لو حبيتم ترجعون مستقبلا. في النهاية صحتكم وسعادتكم هي الأهم، وإذا هذا القرار راح يجيب لكم راحة نفسية فكل التوفيق لكم. أني أقول نخلي القرار جزء منه للمتابعين يحددوه بالتعليقات، وبس أحب أوضح شي للمتابعين وأوضحها إلك همينة. جعفص لازم يعرف بالسالفة إنه إحنا صرنا مو مثل قبل، ما أعرف ليش، يعني مو مثل حماس قبل. ولاحظنا من المشتركين هواي لاحظوا هذا الشيء، قالوا لنا انه انتم مو مثل قبل، يا ريت ترجعون مثل قبل. ماكو شيء واحد يرجع مثل قبل. قبل كانت عيشتنا مختلفة بالعراق، هنا تختلف جذريا عن ما كنا عايشين قبل. ولا حد يقول لي احسن ولا حد يقول لي لا كان احسن. ماكو شيء اسمه احسن واحسن، كل فترة تختلف عن فترة، كل فترة تختلف عن محتوى فترة ثانية. اضافة هسه موجود هواي ناس بالسوشيال ميديا، فهذا الشيء اللي يخليكم انه تشوفون حيدر ومريم فقط انه شيء متكرر. هذا الشيء اللي يسوي ملل. احنا صحيح هذه الفترة ما تجددنا، ما سوينا شغلات جديدة، رغم عندي افكار، رغم عندي حماس، رغم عندي هواي اشياء اسويها، بس الظروف مدى تسمح، يعني جديات الظروف مدى تسمح. فالشيء اللي اريده من يومكم انه تعليقات، يعني عسى ولعل التعليقات راح تحدد لنا نشوف شو راح نسوي بالمستقبل. فهذه كانت فكرة الفيديو، ردت انه بس اخذ قرار انا وياكم ونشوف ايش راح نسوي. بس يعني على اكثر هو اعتزال، بس ما ادري حسب الظروف بعد. فإلى اللقاء يا متابعينا الجميلين، إلى اللقاء. موجودة أنا بغير صفحات، موجودة على الانستغرام، موجودة على الفيسبوك، موجودة على التيك توك، لأنهن مواقع أسهل في صناعة المحتوى وأفضل إنه. فشنو رأيكم؟ قولونا.